عليكم، شلونكم حبايب قلبي؟ ان شاء الله زينين. اليوم اريد اسوي كيكة قد اشاركها وياكم، كيكة البرتقال بالكاكاو. واريد اسوي كيكة كبيرة، فراح اضيفن 3 بيضات. راح اسويها بالتفاصيل قدامكم، 3 بيضات، واذا كيكة صغيرة تضيفون بيضتين، ونحركها زين. وبعد اضيف قلاص شكر كبير وهمين احركها. ودائما من تحركوها باتجاه واحد. واضيفين قلاص الا ربع زيت، وضفت حليب من هذا كامل الدسم، وراح اضيف حليب بودرة همين، تقريبا نص قلاص حليب سائل و3 خواشيق حليب بودرة، وروبة حسب الرغبة. الروبة أنا كلش أحب هالروبة بالكيكة، تعطي طعم طيب. روبة أو زبادي انتو شو تسموه. ضفت خاشوقتين كبار وحركتها زين. وبعدها عندي برتقالة راح أبرشها بيه القشر مالتها، لأن القشر مالتها يعطيها طعم طيب ويوخر الزفرة مال البيض. فقشرتها القشر مالها برشته، وبعدها راح أعصرها البرتقالاية وأضيف المي مالتها بالكيكة، يعطيها طعم كلش طيب. وبعدين اضيف الطحين تدريجيا. انا ضفت عينك ميزانك، بس انتو تحبون تسوون مقادير بالقلاص تضيفون قلاص. هسه تقريبا ضفت قلاص، وهذا القلاص الثاني. تقريبا ضفت قلاصين ونص او 3 قلاصات. حركتها كلش زين. واذا طلعت عندكم ثخينة عادي تقدرون تضيفون مي، لان انتو ضايفين حليب بودرة فما راح تطلع فاهية. فضفت شوية مي لان طلعت قوية. وحركها تحريكة حب ما المكونات كلها تتجانس ويصير عندنا قوام بدون تكتلات، قوام كريمي. واخر شي راح اضيفن فانيلا، خاشوقة كبيرة من الفانيلا، واضيفن هيل، افلس هيل بداخلها. وهنا عندنا القالب ادهنه براشي. وبعد عندنا ظرفين بيكنج باودر. دائما ضيفوا البيكنج باودر اخر شي بالكيكة حتى تصير عندكم منفوشة ونفشة الكيكة لا تروح. اخير فقرة تضيفون البيكنج باودر. بعد ما دهنت القالب بالراشي وضفت الخليط. وهسه بقيت شوي من الخليط ضفت عليه كاكاو. هاي الكاكاو اختي جابتها كلش طعمه طيب. ضفت من يمه تقريبا 4 خواشيق كبار من الكاكاو. ضفت شوية عليه مي وحركته وضفته على الخليط. وهيجي سويت حتى يصير مثل النقشة. وهالكيكة سويتها لأمي، سويتها ودزيتها إلها لأن أبويا أجا يمي وهي تحب الكيك وما تعرف تسوي، فسويتها ودزيتها لماما. وخليتها بالفرن، حميت الفرن بعدها بس من جوا وصارت كلش طيبة. نسيت أصورها قبل قطعتها ودزيتها لبيت بابا لأن بابا إجاني. وبعد هنا اجى الليل جنا ضايجة ما عندي شي، قلت خلي ارتب الكنتور واصور وياكم. كنتور مال اطفال هواي عندهم ملابس زايدة، ومن شلت عدلته بعد ما عدلت، يعني صار لي شهر ما مرتبته. فصاير هوسة وبيه اشياء زايدة، قلت خلي ارتبه واصفي الملابس وياكم. بالبداية طلعت الملابس كلهن شفتوا الهوسة، ونظفت الكانتور. وبعد بديت اصفط. اني شنو طبيعتي اخلي البيجامة بداخل البودي، يعني التراك، يعني اثنيناتن اصفطهم تصفيطة واحدة حتى من هذا اختار لهم ملابس بسهولة. يعني عندي بس اجر القطعة ويصير عندي مرتب، يظل مرتب. وهنا الشورتات والعلاقات وهاي الدريسات مال طوبة رتبتهن هيجي. وبعدين شفت هواي مساحة بقت، فشنو خليتهن مال يونس على صفحة، وجبت السلة مال يناس. انا يناس عندها هواي ملابس فخليتهن بسلة مو مال اصفطهن، خليتهن كلهن بسلة وخليتهن بصف ملابس يونس. هسه راح تشوفون اصور لكم. شوفوا سويتها بهاي الترتيب. وملابس الطلعة همين مال يناس علقتهن على صفحة، ومال يونس على صفحة. وهذني الحفاضات والقاصات مال جهال وبناطير وجنط مال مدرسة مال يونس. بهذا الترتيب. أحبكم كل سوي، مع السلامة.